السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البداية بالعناوين. جزائري يبلغ 17 عاما يقفز في نهر جليدي لإنقاذ متشرد من الغرق. دولة أوروبية تسهل الحصول على الجنسية. بمناسبة شهر رمضان تخفيضات بنسبة 10% في أسعار المواد الغذائية. منح لعمال وأساتذة الجامعات في رمضان. جزائري يبلغ 17 عاما يقفز في نهر جليدي لإنقاذ متشرد من الغرق. محمد مهاجر جزائري شاب يبلغ من العمر 17 عاما كان وراء لفتة بطولية أنقذت حياة رجل بلا مأوى في فرنسا. بدأ الأمر حوالي الساعة 2:15 زوالا عندما اندلعت مشاجرة بين شخصين بلا مأوى أمام مبنى بلدية بايون على متن السفينة، حيث قام أحد هذه الأبطال بإلقاء حقيبة خصمه في النهر وقفز صاحبها في الماء لاستعادتها. وفي شهادته قال محمد أنه ساعده رجل آخر وتناوبوا على إخراج رأس الضحية من الماء قبل الوصول إلى الضفة وإنقاذ الرجل من تيار النهر الخطير. دولة أوروبية تسهل الحصول على الجنسية. تخطط البرتغال لطرح قانون جديد من شأنه أن يغير القواعد بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الحصول على جواز سفر البلاد. وتماشيا مع القانون الجديد سيصبح من الصعب على اليهود وبعض المجموعات الأخرى الحصول على الجنسية البرتغالية. من ناحية أخرى فإن القانون الجديد سيسهل على المهاجرين الذين يعيشون في البرتغال أن يصبحوا مواطنين في البلاد. بمناسبة شهر رمضان تخفيضات بنسبة 10% في أسعار المواد الغذائية. أعلن وزير التجارة والترقية الصادرات الطيب زيتوني اليوم الاثنين من ولاية بومرداس عن تخفيض يقدر ب10% في أسعار المواد الغذائية بمناسبة شهر رمضان المقبل. منح لعمال وأساتذة الجامعات في رمضان. أعلنت لجنة الشؤون الاجتماعية عن بداية التسجيلات الخاصة بمنحة شهر رمضان الكريم، وهذا لعمال وأساتذة الجامعات الجزائرية. وحسب المعلومات المتوفرة لدى موقع فإن قيمة المنحة ستكون بداية من 5000 دينار حسب الميزانية. الأخير لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لمزيد من الأخبار. تابعونا.